اصعب سؤال سالته في السفاره: ليه ناوي ترجع بلدك؟ هقول لك في الفيديو ده ازاي تجاوب بثقه وازاي تقنعه. تابع معايا. اكتر سؤال ممكن يوقفك في السفاره هو: انت ناوي ترجع بلدك ولا لا؟ السؤال ده بسيط جدا في شكله لكن مضمون خطير جدا، وده هيوقف عليه حاجات كتير، وهي نفس اللحظه ان السفاره بتقرر فيها تديك الفيزا ولا ترفضك. في الفيديو ده انا هشرح لك الطريقتين: الطريقه اللي كل الناس بتجاوب بيها وبتترفض، والطريقه التانيه طريقه ذكيه ومقنعه. اول حاجه لازم تفهمها: السفاره عمرها ما كانت خايفه انك تسافر، السفاره قلقانه اللي انت ما ترجعش تاني. يعني السؤال الحقيقي اللي بيدور في عقل الموظف: هل الشخص ده عنده سبب حقيقي لرجوعه لبلده تاني، ولا مجرد ما يروح هناك هيختفي؟ الطريقه الغلط واللي كل الناس بتقولها: انا مش ناوي اقعد هناك، بالعكس انا بحب بلدي جدا، انا عايز ارجع تاني لبلدي، انا ما اقدرش استغنى عن تراب بلدي، انا مش بفكر اهاجر. هي شكلها لطيف لكن صدقني مش مقنعه خالص. طب ليه مش مقنعه خالص؟ علشان كل ده كلام انشائي من غير اي دليل. طب ما تقول لنا الحل. حاضر، هقول لكم الحل، والحل بسيط جدا. الإجابة بتاعتك لازم تتربط بثلاث حاجات واقعية: التزامات، الهدف المؤقت، رقم ثلاثة الدليل الورقي. طب إيه هي الالتزامات؟ شغل، دراسة، بيت، أهل. أربع حاجات. أنا مرتبط هنا بشغلي وعندي عقد ومازلت شغال وعندي عيلة ومسؤولة مني. الهدف المؤقت: أنا رايح أحضر تدريب معين أو رايح أخلص الدراسة بتاعتي وهرجع تاني لشغلي هنا، لشركتي، للكارير بتاعي، للمشروع اللي أنا أنجزت بسبب الدراسة وهرجع أفتحه هنا. طب إيه هو الدليل الورقي؟ لو أنا مقدم على فيزا سياحة ولنفترض إن أنا رايح أحضر مؤتمر هناك في براغ، فالإجابة بتاعتي ببساطة شديدة جدا هتكون: أنا رايح أحضر مؤتمر في براغ ومقدم نسخة الدعوة، وبعد المؤتمر أنا هرجع فورا علشان أكمل شغلي هنا لأني مرتبط بمشروع شغال عليه في الشركة ومعايا خطاب إثبات من جهة عملي وعائلتي هنا. الإجابة دي بعد ما يسمعها منك موظف السفارة اللي بيعمل معاك المقابلة فيها ثلاث حاجات: فيها نية واضحة، فيها التزام، فيها دليل مكتوب، ورقة رسمية. طيب أهم ملاحظتين وأنت بتجاوب على السؤال ده: خليك ريلاكس، اتكلم بهدوء، اتكلم بثقة، وما تقولش كلام كتير بدون مبالغة ولا خوف. رقم اتنين: خليك واضح جدا، خليك صادق، تتكلمش كتير بس خليك مركز. السؤال ده ممكن يوصلك للفيزا او ممكن يوقعك في اول 3 دقايق، بس لو حضرت له صح مبروك عليك الفيزا. قول لي في الكومنت تحت تحب تجهز اجابتك معايا. ابعت لي اجابتك وانا هساعدك تظبطها وتخليها مقنعه. لو وصلت لاخر الفيديو فده معناه انك مهتم ومستعد. خليك واثق واشترك علشان نكمل مع بعض خطوه بخطوه.